البداية طبعا يعني من حظنا كويس طبعا ان احنا في مدينة اكادير. يعني اعتقد يعني فيها كل الراحة والهدوء يمكن ساعدتنا كفريق وحتى مكان الاقامة. الحمد لله النتائج بتاعتنا اديتنا كمان اريحية من المجموعة بتاعتنا، وان احنا نقابل في الدور اللي جاي برضه في ملعبنا. طبعا بتبقى ليها ميزة كبيرة ان احنا واخدين على الملعب وواخدين على المكان، رغم ان احنا جاهزين لاي حاجه، لكن كان مهم جدا ان احنا اهم حاجه ان احنا نوصل، لكن ان احنا نوصل في مكاننا اللي احنا لعبنا فيه مجموعه، فدي حاجه كويسه، وخاصه ان احنا في مدينه فعلا مهيئه جدا لاي لاعب كوره واي فرقه ان هي تأدي بشكل كبير. لكن ان شاء الله دي تدينا مسؤوليه اكبر، ان يعني من كتر يعني تفاؤل او الناس شايفه ان احنا الحمد لله ادينا، انا شايف ان احنا لسه ما عملناش حاجه. شايف ان احنا لسه في عندي لعيبه اللي انا واثق فيهم جدا وبحترمهم جدا، لان عندهم امكانيات كبيره اكبر من اللي انت شفتوه. يعني انا اللعيبه اللي معايا عندها امكانيات كبيره، وده دليل ان انا لما بشتغل معاهم بحسس ان عندهم احسن اكتر من كده كمان. يعني اللي انتوا شايفينه الحاجه الكويسه دي، لا عندهم اكتر من كده. فانا كل اللي بتمناه توفيق ربنا اولا واخيرا، ان هم يكونوا في يوم كل مباراه يكونوا عندهم الروح اللي كانت موجوده والتقبل الفكري والتكتيك اللي احنا بنشتغل بيه وتنفيذه. هو ده اللي يهمني. زائد زي ما انت قلت وجودنا في مدينه اكادير في ملعبنا، اعتقد ان الدور الاكبر بعد توفيق ربنا اجتهاد اللعيبه وتنفيذ الشغل اللي احنا بنتفق عليه، واحترام المنافس. لان زي ما انا قلت قبل كده في كل حتى تصفيات كاس وتصفيات كاس عالم، صدقني مفيش فرقه سهله، مفيش منتخب بالذات في افريقيا، لان افريقيا بتتطور بشكل كبير جدا نتيجه الاحتراف الخارجي للاعبين الافارقه في اوروبا وفي كل مختلف دوريات العالم، حتى بما فيهم الدوريات العربيه. يعني اقل المحترفين يعني اللي ما كانش في اوروبا بيبقى في دول عربيه محترمه اللي دورياتها قويه. فانا شايف ان مفيش فرقه